يا صباح الهنا والسعادة عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم فيديو كده أقل من 5 دقايق. 5 دقايق كده هنعمل مع بعضينا الكيكة اللي انتوا شايفينها دي، هشة وطرية ما شاء الله. هنعملها ببيضة واحدة يا بنات، وهتطلع معانا كيكة روعة زي ما انتوا شايفين كده. بس هي كانت سخنة لسه. أول ما صحيت من النوم ولادي بقى قالوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل كيكة، اعمل لنا كيكة التايجر اللي انت عملتها لنا قبل كده. قلت لكم انا هعمل لكم كيكة ايه شبيهة لكيكة التايجر. تمام. طبعا دول كوبايتين الا ربع من النشا الدقيق، يعني كوباية ونص من الدقيق، ومعلقة ونص من النشا. تمام، على رشة من الملح. معايا بقى بضاية واعصر عليها يجي ايه كده مثلا معلقة من العصير الليمون زي ما انتوا شايفين. سنتين كده من الخل، حابين تحطوه حطوه، مش حابين خلاص. هنزل بقى نعملها في الخلاط سهلة جدا. هنزل بالبيض، هنزل بكوباية من السكر، بنعاير طبعا بكل حاجة بنفس الكوباية. نص كوباية من الزيت. تمام يا بنات، عايزاكم بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتشيروا الفيديو لأصحابكم عشان تشجعوني استمر معاكم. ضربت طبعا المكونات اللي انا حاططها في الخلاط مع بعض، وبعد كده بقى ايه هنزل بالحليب. كوباية من الحليب، نزلت بكوباية من الحليب. طبعا عملت كل اللي هو الخليط السائل، ضربته كله مع بعضه. وبعد كده بقى ايه نزلته على المكونات الجافة اللي هي الدقيق والنشا ورشة من الملح. بجد طلعت كيكة جامدة جدا زي ما انتوا شفتوها في بداية الفيديو، هشة طرية مرتفعة من بيضة واحدة. تمام. هنزل بقى بكيس من البيكنج باودر. انا زي ما انا قلت لكم يا بنات، انا ماشيه بنظام اللي انا بحب احط البيكنج باودر في اخر الايه ما بخلص المكونات كلها. مزجت كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين، وده كان القوام بتاعي. هتقولي لي عملت الكيكه ازاي بكاكاو من غير ما اعملها تايجر؟ هقول لكم عملتها ازاي. طبعا انا اخدت كده بتاع يجي كوبايه من الخليط. اخدت كوبايه من الخليط كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت بباقي الخليط كله في الصينيه بعد ما دهنتها مسحه من الزيت. عايزين بقى تعفريها بالدقيق الصينيه ماشي، بس انا حطيت كده على طول بعد ما مسحتها مسحه من الزيت، حطيت الخليط على طول. وزي ما انتوا شايفين كده اقل من كوبايه من الخليط حطيته على جنب، وحطيت فيه حوالي معلقه ونص من الكاكاو. هم دول اللي انا لقيتهم ايه عندي. طبعا بقلب كده لقيت بيضايه، قلت والله لا اعمل لهم ايه كيكه. نزلت طبعا بمعلقتين من اللبن، عشان طبعا احنا حطينا كاكاو. ببتدي بقلب لغايه ما القوام كده يبقى مظبوط معايا زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده القوام تمام. تعالوا بقى اقول لكم هعمل ايه. دي طريقه جديده، بدل ما تفضلي بقى تقسمي هنا وهنا والكلام ده. هبتدي ان انت تعملي كده اشكال على الخليط من فوق. بعد ما انا طبعا ايه نزلته كله في الصينيه، تبتدي تعملي اي شكل اي حرف. انا مشيت بيه عشوائي كده، اي شكل كده بتعمليه على الخليط من فوق بالكوبايه زي ما انتوا شايفين. فقلت بقى بدل ما لسه هقسم بقى وشغلانه، فانا قلت بصراحه دي سهله معايا يعني، وبجد هتطلع روعه زي ما انتوا شفتوا. زي ما انتوا شايفين يا بنات، طبعا الكيكه خلصت. وزي ما قلت لكم انا مولعه الفرن، خبطتها خبطتين اهو. هاجي بقى بالخله وهبتدي بقى اللي انا ايه هعمل اشكال كده عاديه، بتمشي بشكل عشوائي كده، على اساس اللي انا ايه اللي هو بالكاكاو دوت يبقى في كل قطعه من الكيكه. تمام، احنا حطيناها من فوق. بصوا ما شايفين منظرها عامل ازاي بجد. فكره جديده ولذيذه. وده زي ما انتوا شايفين يا بنات، ده كان شكل الكيكه بعد ما خرجتها من الفرن. بجد تحفه، مفيش اجمد من كده. شكلها روعه. سهله، ما خدتش مني اي وقت. وقلبتها بقى، بس انا ما استنيتش عليها، قلبتها وهي سخنه، ما استنيتش عليها عشان كنا مستعجلين بقى عايزين نفطر. قلت بقى اعمل جنبها شاي بلبن ونفطر بقى تغيير عن كل يوم يعني. تمام. كده بقى اقطعها واوريكم القطعه عامله ازاي ببيضه واحده يا بنات، وهشه ومرتفعه، وعامله زي الكيكه الاسفنجيه بالظبط.
عامله زي الكيكه الاسفنجيه بالظبط، بجد خطيره. ومحمد بقى قال لي بجد يا ماما ده كيكه جامده، بص بقى سخنه ازاي، خطيرة جدا بصراحة. طعمها تحفه طبعا بالشاي بلبن بقى، بصوا عشان هشه وطريه، وزي ما انتوا شايفين بصوا بقى شكل وشكل، انت فاهمين، مقسومة الكاكاو جاي فيها الشكل اللي هو بالكاكاو، عاملة زي تايجر كده بالظبط. بس دي بقى الاختلاف، اللي احنا ايه بقى، ما فضلناش نصب هنا ونصب هنا، لا بتصبي من فوق، بتعملي اي شكل وهو الشكل بيطلع في الكيك. زي ما انتم شايفين شكلها مرتفع وجميلة جدا، يا رب يكون عجبكم. بس هي كانت لسه سخنة ما استنيتش عليها يعني. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، ويا رب يكون الكيكه بتاعتي عجبكم، اللي هي بيضه واحده مرتفعه وهشه جدا وطريه. وعايزة بقى لايك وشير وسبسكرايب، شجعوني عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.